شكرا لزميل عزيز تركي شديد، شكرا للكباتن الاعزاء ولكل الزملاء الموجودين خلف الكواليس. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي انساتي سادتي احبائي في كل مكان، في برشلونه في ملعب استوديو سبوتيفاي كامب نو، حيث اياب الدور نصف النهائي من بطوله كاس ملك اسبانيا بين الكبيرين برشلونه وريال مدريد. مارتينيز مونييرا يساعد راؤول مارتينيز ميغيل مونويرا، بينما في غرفة الفيديو حكم الفار غونزاليس. أجواء كامب نو لا مثيل لها. أن غادر اليوم كل شيء أصبح إلى الأسوأ. البارسا بدأ يستعيد نفسه، الريال يبدأ المباراة في هذه الأمسية الكروية والمحاولة الأولى. طبعا كارلو أنشيلوتي بداية قوية مع الكرة الثابتة الأولى في أحداث هذا اللقاء. الكرة طويلة لكنها بعيدة عن الكل، وبعد ذلك خرجت إلى ضربة مرمى للحارس. هذا الدفاع الحديدي صور انه في الليغا البارسا قبل فقط 9 اهداف في 27 مباراة، وقبي خطيرة الدفاع يتدخل. يا الله، الثواني الاولى محاولة باتجاه اراوخو بالراس، وفرصة لمين؟ وقابل مين؟ قافي يبحث عن الحلول الخطيرة للبارسا. تمريرة خرجت الكرة ومطالعة حكم المباراة اليوم الحكم مارتينيز مونييرا. لمسة تصل بعد ذلك بالخطأ كامافينجا، تعود لمصعد الإمام ليفاندوفسكي، تمويه وتسديدة لكنها صدمت في ميليتاو. يا الله، الكرة مع رافينيا حلوة باتجاه جافي، خطيرة جافي على اليسار، خطيرة لبرشلونة وجافي، ولمسة وتسديدة وكرة. يا إلهي، مش ممكن الفرصة يا بارسا. الظهير الأيمن في قائمة كارلو أنشيلوتي يعطيك مباراة في القمة ومباريات أقل. المشاكس جافي، بعض المدريدية يتكلمون أنه في كثير من المرات كان يستحق الحصول على إنذار. فرصة فالفيردي في المساحة خطيرة باتجاه رودريجو خطير، رودريجو عرضية خطيرة، كرة. يا إلهي، اراوخو في اللحظة اللاعب روعة على اليسار، محاولة لمساعتي اليخاندرو بالدي بكرة عرضية، الفراسية خطيرة لكنها بيد كورتوا. حلوة اللقطة الماضية. شوف هذا الظهير الايسر، اللاعب روعة على اليسار، محاولة لمساعتي اليخاندرو بالدي بكرة عرضية، الفراسية خطيرة لكنها بيد كورتوا. حلوة اللقطة الماضية. شوف هذا الظهير الايسر. واشتعلت الاجواء واشتعل الكلاسيكو، واصبحت المهمة في غاية الصعوبة على حكم المباراة. انذار على تشافي. نعم، بطاقة صفراء على تشافي كبيرة في هذا الكلاسيكو. الريال يبحث دائما عن المخرج، عن الفرصة، عن الوصول. كرة عرضية خطيرة، تير شتيجن يتدخل، مودريتش على الطائر لكنها بعد ذلك أقرب للدفاع، تبعد الكرة مكان رودريجو. لمسة في بالعمق، الكرة تصل بعد ذلك لمودريتش، خطيرة لرودريجو، أهدت. يا الله على الفرصة، حلوة التمريرة، جميلة اللقطة رودريجو، وطالت عليه الكرة. حبت البارسا أكثر، وتغطية دفاعية ولا شيء، واللاعب يستمر في قرار الحكم إلى جافي، تصل إلى بوسكيتس. لمسة بعد ذلك على جهة اليسار، خطأ لمساعتي كامافينجا، وفرة عددية للاعبي برشلونة. انذار لفيني، انذار ايضا لجافي. من يراهن؟ ميليتاو يحافظ على كرة بالدي يحاول بالدي بكرة وتمريرة، لكن الدفاع ألابا يتدخل. يستمر لفينيسيوس، والفرصة تبقى لمدريد. العودة للوراء، توني كروس، عرضية خطيرة لبنزيما، الطاير حطها لتير شتيجن، سهل عند مارك أندري تير شتيجن، خطيرة حلوة كانت من جانب. هذا هو كارفاخال، لوكا مودريتش، مجموعة من التمريرات، تغيير اتجاه اللعب
فينيسيوس على جهة اليسار، تحرك بجانب كامافينجا، يلعب الكرة خطيرة باتجاه كريم بنزيما ولكنها بعيدة، وفي الأخير تحولت إلى وجود يبحث عن حل الكرات الطويلة، تغيير اتجاه اللعب، كريم بالكنترول، بنزيما يبحث عن الحلول، لمسة باتجاه فينيسيوس خطيرة لمصلحة ريال مدريد، فيني يحاول يمر وتغطية أمامه، وبعد ذلك لا شيء في قرار حكم المباراة. يستمر جافي على اليسار عند بالدي، خطيرة لبرشلونة، عرضية وكرة وفرصة، يا إلهي لا زالت خطيرة. لمن فيني علق محاولة مدريدية، فيني بنزيما، يا إلهي مرنج جميل. أي مرتدة يا مدريد، أي مرتدة يا مدريد، سلاحهم، قوتهم، سطوتهم، خطورتهم، المرتدات، التحولات من الدفاع إلى الهجوم، الاندفاع نحو الهجوم، نحو المرمى، نحو الهدف، نحو تأكيد العودة. الكرة كانت لبنزيما، رودريجو يا جماعة، رودريجو، فيني حطها، والكرة بعد ذلك إلى الشباك. سجل مدريد من هجمة مرتدة بعد أن ضيع برشلونة هدفا محققا. يا لكرة القدم وحلاوتها وقسوتها وروعتها، بعد أن كان هدف لبرشلونة تحول على النقيض تماما، واختارت أن تكون بيضاء في هذه اللقطة لمدريد اللي استغل الهفوة البرشلونية بعد أن تركوا مساحات كبيرة وشوارع فارغة، وتركوا بنزيما وفيني ورودريجو ليصرخ مدريد في الكامب نو، ويسجل فيني الهدف الأول في هذه الموقعة بعد، ولكن صافرة من الحكم تنهي الشوط في هذه الهجمة، الأمر اللي جعل مدريد يحتج على قرار الحكم. يا لها من إثارة سيداتي وسادتي في شوط أول يحبس الأنفاس في كامب نو. سجل. شكرا لزميل العزيز تركي جديد، وشكرا للكباتن الاعزاء وايضا الزملاء الموجودين خلف الكواليس. بسم الله الرحمن الرحيم، سيداتي وسادتي احبائي في كل مكان، مره اخرى نرحب بحضراتكم في الشوط الثاني من موقعة كامب نو هنا في اياب لمصلحة ريال مدريد. محاولة تبقى لإيدر، لمسة لمصلحة مودريتش مر، مودريتش خطيرة لكريم، والتسديدة والثاني، الله، روعة روعة روعة. الهدف الثاني للمرنجي، 2 لمدريد عن طريق كريم بنزيما. لوكا يا جماعة، لوكا، المرور الجميل، التمريرة المريحة، بنزيما يضرب بالثاني في الكامب نو. ريال مدريد يقلب الموازين، يقلب النتيجة، ويتقدم بالهدف الثاني في ملعب كامب نو. القائد كريم بنزيما بروعة كبيرة جدا، بروعة كبيرة. هذا تأثير الغيابات الآن. شوفها مرة أخرى الحرس القديم، الكرة اللي من جانب لوكا مودريتش، من صنعوا ربيع ريال مدريد عادوا ليلمعون هنا بعد أن بلغوا 35 36 بل حتى 38 يا مودريتش. كلها ذهب وكلها ألقاب وكلها لمعان وروعة. اللمسة الكريم وبنزيما، هدف العادة، يجلب لمدريد السعادة، يقلب الموازين لمصلحة المرنجي. الريال في الكامب نو يسجل ثنائية في مرمى فريق تشافي، ويقترب أكثر من الوصول إلى النهائي. أي ليلة صعبة هنا في هذه الموقعة. هدف مدريد أخرى بحثا عن كرة عرضية داخل منطقة لا يسمح كامافينجا المرور. عودة بعد ذلك خطيرة باتجاه كيسيب، يحاول يمر، يحافظ على كرة لا زالت لمصلحة بالدي بتسديدة، يا الله، ابعاد بروعة. اراوخو ضيع الكرة، كان فردي أكثر من لازم، لا زالت، اوه يا اراوخو، مش ممكن يا اراوخو. لقطة هذه الليلة الكبيرة امام البارسا في ملعب كامب نو. حذري من الانهيار، من الاخطاء. بنزيما لمودريتش، يا الهي، ضاعت على الارض. تبقى لمصلحة فينيسيوس، فيني يبحث عن الحلول، يحافظ على الكرة، وصافرة وركلة جزاء.
نعم ركلة جزاء لريال مدريد. يا له من سيناريو. بنزيما امام تير شتيجن. بنزيما الثالث يا مدريد. نعم الثالث يا مدريد. بنزيما من علامة الجزاء كريم يسجل ثلاثية لمدريد في مرمى برشلونة. الهدف الثالث لريال مدريد. سبحان مغير الأحوال. شوط ثاني مدريدي بالكامل بروعة كبيرة بعد أن كان البارسا عنده كورة وسيطرة في الحصة الأولى. العبرة في الخواتيم. بعد ذلك مدريد يركب نصف النهائي ويضرب موعدا تقريبا مع اوساسونا بعد أن سجل هدفا ثالثا في مرمى برشلونة في كامب نو. من قال أنه من السهل أن تهزم كارلو أنشيلوتي في هذه المباراة الرابعة على التوالي أمام تشافي هرنانديز. يصوم في رمضان كريم هذه الليلة الكبيرة أمام البارسا في ملعب كامب نو. حذري من الانهيار من الأخطاء. بنزيما لمودريتش. يا إلهي ضاعت على عودة بعد ذلك على جهة اليسار إلى كامافينجا. لمسة مع توني كروس. فينيسيوس إلى كامافينجا. الحكم يحتسب الخطأ وبعد ذلك يتخذ اسينسيو. عودة للوراء. داني كارفاخال. اسينسيو طويل الكرة خطيرة إلى كريم وكرة. يا إلهي خطيرة ولا ترك في الخط الخلفي لفريق هرنانديز. فيني يحاول على اليسار. الرابع للمرينكي قريب. تمريرة لبنزيما. اسينسيو التسديدة بروعة. يفعلون ما يريدون في شوط المباراة الثاني المدريدية والفرصة للرباعية. فيني مع اسينسيو حتى لبنزيما الاتريك. يا كريم يا كبير. بنزيما اترك في الكامب نو. ليلة للتاريخ. ليلة للتاريخ يا بنزيما. 4 مدريد لا شيء برشلونة. هاترك لبنزيما. بنزيما وليالي رمضان. بنزيما وليالي رمضان اللي يمتع فيها ويبدع فيها. هاترك في مباراة بلد الوليد والليلة حتى ضد برشلونة في الكامب نو. فيني يا جماعة. فيني يا جماعة. فينيسيوس إلى بنزيما اللي يسجل الهاتريك في مباراة الليلة. يقود مدريد هيا بنا إلى النهائي. يقول لمدريد هيا بنا إلى النهائي بعد هذا العرض المثير والمستوى الكبير. كثير هذا يا كريم. كثير هذا يا كريم. بنزيما يسجل الرباعية لمصلحة المرنجي. مرنجي جميل وفوق العادة. شوط ثاني يلعب بأعصاب جماهير برشلونة ويتلاعب بمدافعي برشلونة لتكون ليلة ملكية في هذه الأمسية رغم أنها تلعب أمام يلعب بهدوء وأن لا يقلل أو أن يقلل قدر الإمكان حجم الخسائر لا تكون أكبر. لمسة على جهة اليسار حلوة خطيرة. محاولة داخل منطقة الجزاء رأسية لكنها سهلة لتيبو كورتوا. ما أعنيه أنه أن لا يكون بهدف لريال مدريد ثم سيطرة لريال مدريد وحصلت الرباعية. برشلونة تاه في الأجواء بعد ذلك أظل الطريق ولم يحسن التعامل مع هذه المباراة.